السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة مفروشات العلوي. اليوم جينا لكم بهاد لابارتومون اللي طلعت ما شاء الله. بالنسبة للصالون ديال الطابيسري خدمناه في لاموطارد جلوين ما شاء الله. بالنسبة للصالون البلدي خدمنا على هاد الشكل. بالنسبة للخشب خدمناه خشب ديال ليطر، خلينا على اللون ديالو الاصلي. بالنسبة للبونج اللي فيه البونج ديال 33 حاجة مزيانة، اروندي بلا بيس اللي كيبقى مزيان وكيجي في الجلسة مرتاح، يعني جلاس ونعاس كيدوز مدة طويلة ما كيهبطش. بالنسبة للديزاين اللي دخلنا في الصالون درناه بالفرماجات والكوانات باش هكا تعطي واحد المساحة زوينة في الصالون. بالنسبة للطلامط كيف ما كتشوفوا خدمناهم على هاد الشكل هذا. بالنسبة للخياطات طلعت ما شاء الله، لا بالنسبة للمخد الكبار لا بالنسبة لبتي كوسال لا بالنسبة لكالدو، كل شيء الحمد لله جا متناسق وجا مزيان. بالنسبة للزربية حتى هي تكلفنا بها، خديناها اسورتي مع اللون ديال الطلامط باش هكا الصالون كيطلع ما شاء الله. واللوينات جاو صراحة متناسقين متقاربين لبعضياتهم، لا بالنسبة للصالون لا بالنسبة للإيل ديال الطابيسري اللي جات أنفاس معاه، طلعت ما شاء الله. وهكا التفريشة ديالنا جات ما شاء الله. بالنسبة للصالون ديال الطابيسري درنا ليه هادوك الطويبلات الصغار 3 بياس كيجيو زوينين وانيقين في الحطة ديالهم. بالنسبة للاكودوار اللي في الدخلة درنا لهاد الديكور ديال الذهبي اللي كيجي عاطي ديكور زوين وفي نفس الوقت كيعطي واحد الرونق للتكاية، حيت هي اللي كتجي اونفاس مع الدخلة كتعطي واحد الديكور اللي هو زوين. بالنسبة للزواقات راه كاينين زواقات مختلفين من غير هادي ديال الشهدة، يعني كيطلعوا مزيانين وكيعطيو واحد الديكور اللي هو زوين بزاف. وحتى الالوان حاولنا ننسقوا ما بين الالوان ديال اللي كيجيو مع لا موطار، درنا مع البلو مارين، درنا مع داك الويل اللي فيه لي موتيف جا اسورتي معاه. وهكا كتجي الجليسة خفيفة وظريفة ومتناسقة مع الصالون اللي اونفاس ليها. نتمنوا هاد الشيء هذا ينال الاعجاب ديالكم، تعطيونا الراي ديالكم كيفاش جاكم الصالون. وبالنسبه للاشكال ديال الخشب راه كاين بزاف ديال لي موديل، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والشكل اللي كيعجبو، ولا بالنسبه للون لا بالنسبه للزواقه ديال الناقش لا بالنسبه للشكل ديال الليطر. كل واحد كيختار الشكل اللي كيعجبو والشكل اللي كيناسبو. ومازال واحد المفاجأة كتسناكم، هي اللي ان شاء الله غدا تعجبكم بزاف. حتى الدرية كيف ما كتشوفوا جات زوينة تبارك الله. كنصور لكم لي ديتاي كيفاش جاو في لابارتومون كاملة، يعني شي كيكمل شي، الصباغة كتكمل القبص والقبص كتكمل الدرية والدرية كيتبعوها الطلامط والطلامط كيتبعهم الخشب وهي غادية. وهكا تيجي الصالون متناسق وزوين ما شاء الله. نخليكم مع الفيديو وتسناو المفاجأة الزوينة هي اللي غادا تجي مورا هاد الشي هذا. عطيونا الرأي ديالكم. بالنسبة للصالون الثاني هذا راه في نفس لابارتومون نيت. بالنسبة للصالون الثاني خدمنا على هاد الشكل هذا. هاد الموديل صراحة اللي لقى اقبال كبير بزاف، يعني كنديرو في البداية كنديرو فيه ديك التكاية ديال الليطر اللي كتجي صحيحة وفي نفس الوقت كتعطي واحد الديكور اللي هو زوين وصح، يعني حتى الا بغى يستغل الانسان بحال صندريه ولا هذا كتستغل كتجي صحيحه وزوينه. بالنسبه للشكل ديال
الصالون هو هذا اللي كتشوفوه. بالنسبه لهاد التوجيهه اللي جات اون فاس، حاولنا ندخلو فيها هذاك الصندوق جا في الوسط، جا عطي ديكور زوين، وكيفرق المسافه الا كانت طويله يعني كتجي في هذاك الصندوق تيجي عطي واحد الديكور اللي هو زوين، وكيفرق ما بين المسافه. بالنسبه لهنا خدمنا هاد البوفه الطويله، عمرنا بها هاد ليسباس هذا اللي كيبقى، وهي راه جات اللون ديالها جا اسورتي مع الفرماجات اللي درنا في القناه. فرماجات اللي درنا في القناه حتى هما تيعطيو واحد الديكور زوين ديال الصالون، ومنها كيعطيو ليسباس للصالون باش ما يجيش فيه الطروفه صغار بزاف، يعني كيجي داكشي متناسق ومزيان، وما يجيوش طوال بزاف وما يجيوش صغار بزاف، باش هكا الصالون تيجي انيق وزوين. بالنسبه لهاد الصناديق اللي كنقول لكم، يعني كيجي توشلاش بحال هكا مجير. كاين اللي كيديروا على هاد الشكل هذا، كاين اللي كيديروا على شكل كوفر، يعني كيتحل من الفوق كيخبي فيه الانسان. يعني الاذواق تختلف، وكل واحد كيختار الشكل اللي بغا. هنا بالنسبه كما وريتكم، يعني بالنسبه لهذا الشكل ديال الصالون هذا كيجي في الديكور ديالو زوين، وفي نفس الوقت ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع حلة جديدة واشكال جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المتابعة.